هنتكلم عن السبب الحقيقي وراء غلاء الأسعار في المواد البترولية خصوصا زيوت السيارات. سعر صرف الدولار كان قبل الأزمة كان ب47 تقريبًا في البنوك، النهارده وصل ل53 أو 54. إن الدولة خلال السنة اللي جاية دي هتتحمل زيادة من مليار ل2.5 مليار دولار تقريبًا، قال الرقم ده. في حالة دلوقتي اللي هو صدمة في السوق ما بين التجار ومع المحلات. ممكن حضرتك تقول لنا إيه الحل بالنسبة للأزمة الموجودة حاليا؟ بس ما ينفعش نوقف عجلة الاقتصاد تمامًا، لازم يبقى في حركة بس مش شرط. بترشيد. خلال الفترة اللي فاتت وصل البرميل ل$110. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست صنع في مصر. النهاردة هنتكلم عن السبب الحقيقي وراء غلاء الأسعار في المواد البترولية خصوصا زيوت السيارات، ومعانا الضيف المعتاد وهو باشمهندس محمد السكري. ازي حضرتك يا باشمهندس؟ أهلًا بيك يا محمود. باشمهندس، احنا بس عايزين حضرتك توضح لنا، الناس كلها تعرف او حاسه بزياده الاسعار بس مش كل الناس عارفه ليه. ممكن حضرتك توضح لنا الكلام ده بصوره واضحه شويه يعني؟ ما فيش مشكلة. الأول أنت عامل إيه؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. بُص يا محمود، أنا مش عايز أختصر الموضوع بطريقة مبسطة وأقول بس إن الأزمة حصلت بسبب إن البترول زاد. طبعًا إحنا شايفين أسعار البترول بتزيد، والأسعار المواد النفطية كلها بتزيد حاليًا عالميًا بسبب الأزمة اللي بتحصل. بس مش ده بس السبب الرئيسي في اللي حصل. في كذا مشكلة وكذا factor هو اللي مأثّر على الأزمة الحالية، واللي مُجبر الدولة على رفع المواد البترولية، وكمان مأثّر علينا إحنا كصناعات زيوت سيارات برضه في ارتفاع المنتجات بتاعتنا. بُص، طبعًا زي ما قُلنا البترول عالميًا زاد، وزيوت السيارات وسواء السولار والبنزين برضه، يعني المشتقات البترولية عامةً، وخصوصًا الحاجة اللي بتلمسنا زيوت السيارات هي مشتق من مشتقات البترول. فطبعًا مع زيادة البترول هو أسعار الخامات دي كلها زادت، إلى جانب بسبب المشكلة الجيوسياسية اللي حاصلة في المنطقة. عندك الشحن، شركات الشحن والملاحة زوّدوا الأسعار جدًا، وزوّدوا التأمين على الشركات اللي بتشحن على الخطوط الملاحية عندهم، علشان الأزمة اللي حاصلة. ومُدَد الشحن كمان زادت، يعني الشحنة اللي كانت بتاخد أسبوع بقت بتاخد شهر في البحر. فده زوّد تكلفة الشحن جدًا على المستوردين. عندك كمان سعر صرف الدولار زاد. زاد جدًا يعني. أو زاد يعني من 47، كان قبل الأزمة كان ب47 تقريبًا في البنوك، النهارده وصل ل53 أو 54 في الحدود دي. وده رقم طبيعي للي بيحصل. للازمه اللي طبعًا موجوده. يعني الطلب على الدولار بيزيد عشان نقدر نستورد الخامات بتاعتنا، وكمان بسبب إن البترول زاد فسعره زاد، والدولة بتتحمل فاتورة طاقة كبيرة علشان تغطي احتياجات الدولة من المواد البترولية. فده أثّر علينا بشكل كبير على طلب الدولار، فسعر الصرف زاد. فده أدّى إلى أي كمان مواد تانية بنستوردها من الخارج معتمدة على الدولار، طبعًا تكلفتها زادت. بتزيد عليه. ف فأنا شايف إن ال3 أسباب دول، إن البترول زاد وموضوع الملاحة وسعر الصرف، هم أكبر 3 عوامل في زيادة الأسعار حاليًا. يعني معنى كلامك يا باشمهندس ان مش عنصر واحد اللي بيأثر على المنتج ده، في إمم. اكتر من عنصر. طبعًا في كذا factor مؤدّي إلى الأزمة اللي إحنا عايشينها دلوقتي. وبرضه خلّيني أستشهد أو آمم أذكر يعني الحديث بتاع رئيس الوزرا في اجتماع قريب خلال الأسبوع اللي فات، إن هو قال إن الدولة خلال السنة اللي جاية دي هتتحمّل زيادة من مليار ل2.5 مليار دولار تقريبًا، قال الرقم ده. عبء الزيادة على الدولة في الفاتورة النفطية أو فاتورة الطاقة على الدولة يعني. ده بسبب الأزمة الحالية. ف ف فواضح جدًا يعني إن إحنا في أزمة هي خارج عن الدولة، وخارج وعن حتى عن المصنعين. يعني ما فيش مصنع في إيده يعمل حاجة. إحنا كلنا مُعرّضين كمصنعين أو كناس بتستورد خامات لنفس الأسباب. هي حاجة خارج عن إرادة الجميع، يعني ما حدش في إيده إن هو يتحكم أو يسيطر على الصعود ده. غير طبعًا لو طبعًا في ناس يعني أنا ما باتكلمش عن الدولة خالص، باتكلم عن التجار. في تجار بتستغل الأزمة الحالية بشكل قادرين، سلبي، عندهم وفي الامكانيه حتة ان هم الجشع يستغلوا. أنت عارف. مم. بس أنا شايف إن لأ، يعني في تجار طبعًا وفي مصنعين لأ، قادرين يحتووا المشكلة، بس بيزوّد الزيادة بتاعة اللي اتطبقت عليه بسبب زيادة الأسعار. باتفق معاك جدا في ان دور الدوله حاجه مهمه، طبعًا. بس معنى كلامك ان الدوله هنا
بتدفع اكتر عشان تجيب نفس الكميه اللي اه تواكب السوق. بالظبط يعني يعني دلوقتي البترول كان خلال الفترة اللي فاتت وصل البرميل ل $110. وده سعره، ده سعر الضعف عن الفترة اللي قبل قبل الأزمة. واحتمال زي ما رئيس الوزراء قال إن هو ممكن يوصل ل $150 أو $200. فده هيبقى عبء كبير على الدولة وعلى المستوردين، إن هم يقدروا يوفروا خامات للمصانع في مصر أو مواد مستوردة يعني. طب باشمهندس، حابين حضرتك توضح لنا اكتر عن ايه تاثير الازمه دي بالنسبه للمصانع في مصر؟ بص يا محمود، الأثر على المصانع أثر ضخم جدا وكبير، بسبب إن معظم الرو ماتيريالز اللي داخلة في تصنيع زيوت السيارات هي معظمها مستوردة. وحتى لو محلية فهي محلية متسعرة على أسعار البترول العالمية. ف... فطبعا كل ده زاد. يعني انت عندك كمصنع خلط وتعبئة لإنتاج زيوت السيارات، او نتكلم على الاندستري اللي احنا فوكست عليها دلوقتي. انت عندك في كذا رو ماتيريال بتخش. عندك البيز اويل اللي هو الزيت الاساس اللي بيخش في تصنيع الزيوت، اللي هو اهم كومبوننت يعني او اهم جزء. ده مشتق من مشتقات البترول، وسعره اتأثر طبعا باللي حصل. عندك الاديتيفز او المواد الكيميائيه اللي بتضاف للزيوت عشان تديها مستوى اداء عالي. دي كلها مستورده من الخارج، من اوروبا او من الصين. دي برضو تكلفتها زادت جدا بسبب الشحن، وبسبب ان المصانع اللي بتصنعها عندها ازمه طاقه. ان اي مصنع شغال بيستهلك طاقه، سواء سولار او نوع من انواع الطاقه، امم سواء كهرباء. كل ده زاد عالميا بسبب الازمه اللي حصلت. فانت عندك المصانع في العالم كله متاثره بالازمه دي. فتكلفه الخامات اللي هم بينتجوها زادت، والشحن لمصر زاد زاد. طبعا. فانت عندك كده البيز اويل زاد، عندك الاديتيف زادت، عندك الباكجنج ماتيريال نفسها زادت، عندك البلاستيك زاد. فعشان تشتري عبوه بلاستيك عشان تحط فيها المنتج بتاعك، سعره برضو يمكن وصل للضعف. عندك الستيكر اللي بتحطه على العبوه، عندك الغطا، عندك الكرتونه. كل دي حاجات رو زاد. ماتيريالز داخله اه. عندك زادت. غير ان انت كمصنع بيصنع، داخل عندك كهرباء. يعني لو انت بتولدها عن طريق جنريتورز عندك في المصنع، ما انت بتستخدم فبتستخدم سولار، سولار والسولار وبنزين. زاد. انت عندك كذا كذا عامل تاني. يعني انت عندك، انت النقل، حتى الترانسبورتيشن او النقل الداخلي دلوقتي زاد بسبب زياده الوقود. فانت محتاج تزود العماله بتاعتك عشان يعرفوا يجوا لك، فاهمني؟ انت محتاج تزود المرتبات. عندك مصاريف الاكل والشرب ممكن تتاثر شويه بسبب زيادة زياده السولار. البنزين ما ده والسولار. طبيعي. انت عندك لما بتنقل حاجه من مكان لمكان، كان ليها تكلفتها زادت. سعر بالظبط، والنهارده سعر تاني دلوقتي. بالظبط. ف... ف... فدي ازمه مأثره يعني علينا في المصانع بشكل كبير، من كذا ناحيه. وكل النواحي زادت مره واحده. يعني مفيش حاجه زادت وحاجه مثابته، لا، تقريبا كل كله كل كله متاثر. رو ماتيريالز واندايركت كوست، تكاليف تشغيل، كله زاد. ودي ازمه محدش يقدر يتفاداها. يعني هو الموضوع مش في ايد حد، مش في ايد شخص. هي آه، أزمة عالمية، يعني مش أزمة بالظبط، مش أزمة بالظبط، خاصة بينا احنا. بالظبط. فبس اللي مطلوب من المصانع ان ما حدش يستغل الازمه دي، ان هو يتعامل بجشع بقى، او يزود الاسعار بشكل غير مبالغ فيه. ويستغل الفرصه ان ما حدش عارف يحسب، او حد فاهم الازمه دي رايحه فين، ويبتدي يزود الاسعار بشكل مباشر. وهو لو زود بطريقه مبالغ فيها، ومش بالطريقه اللي هي بس يغطي بيها الزياده اللي عنده، هيطلع من السوق اصلا. يعني عشان ما حدش مستحمل. يعني ما اعتقدش ان في عميل او مستهلك مستحمل يدفع او يتحمل زياده غير فوق طاقته يعني. فوق طاقته، او غير الطبيعي يعني. مم. بس. طيب في الحلقات السابقة يا باشمهندس اتكلمنا إن هي دايرة، امم المصانع وغيرها بالظبط. وغيرها. امم فخلينا نتكلم النهاردة أو دلوقتي عن المستهلك. امم حابين حضرتك توضح لنا المستهلك اتأثر إزاي من الأزمة دي؟ بص، قبل المساعد هقول لك التاجر اتاثر ازاي والمحل اتاثر ازاي. المحل كان من بالظبط من شهر او من 3 اسابيع، كان بيشتري المنتجات بشكل عادي وبسعر عادي. يعني ممكن في منتج بيشتري مثلا، على سبيل المثال، بيشتري ب 1000 جنيه، النهارده بيتعرض عليه ب 1500 جنيه وب 2000 جنيه. فطبعا هو النهارده التاجر مصدوم، اللي هو انا هشتغل ازاي في المنتجات دي؟ هو مش فاهم هل دي ازمه حاليه، ولا ازمه مستمره، وممكن او يعني هي وقتية ولا وقت. دايمة ولا إيه؟ بالظبط. فهو في حاله دلوقتي اللي هو صدمه في السوق ما بين التجار ومع المحلات. ف
فطبعا هي ده شيء مبرر وده شيء احنا قادرين نتفهمه، والموضوع هياخد وقت لحد ما الناس تبتدي تعمل ادابتيشن وتشوف ان ده خلاص وضع هنكمل عليه. واتمنى ان الموضوع يتحل والاسعار تبتدي تنزل تاني، وان شاء الله تنزل وترجع زي الاول واحسن. بس الى ان الازمه تتحل لازم نادبت لازم مع كلنا طبعا يعني ما ينفعش البلد تقع، يعني ما ينفعش نوقف البلد، لازم نساعد يعني احنا بنحاول نقلل فاتوره العبء الطاقه على الدوله، ونحاول نساعد في الترشيد. بس ما ينفعش نوقف عجله الاقتصاد تماما، لازم يبقى في حركه بس نشتغل. بترشيد، يعني نتحرك مع الترشيد. ده اعتقد هيخلينا نعدي من الازمه باقل الخسائر. طب باشمهندس، عايزين نرجع تاني برضه ونتكلم على المستهلك. مم. ايه التأثير اللي اتأثره مم. بالنسبة للأزمة الموجودة دي؟ والله يا محمود، هو المستهلك زي ما انت شايف هو اللي بيدفع الضريبه كامله وبيدفع يعني الزياده طبعا ما فيش حد بيتحملها هي مش غير ضريبة المستهلك. تخص الدولة، هو بيدفع الفاتورة كاملة. بالظبط خلينا نتكلم بالظبط. بصورة أوضح، هو إن المستهلك الأزمة عليه هو 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 أكتر. الازمه طبعا هي بتاثر نهائيا بشكل نهائي على على المستهلك المستهلك. نفسه. فاحنا كمصنعين وتجار لازم نقلل العبء ده عليه، وما ندفعش عليه غير بس اللي احنا او مصانع تكلفة. التكلفه اللي زادت عليها، لكن ما مم. ينفعش نستغل يعني المستهلك. وشايف برضو في توجه من الدوله ان لا، ان حتى الاجور هتزيد. يعني انا شايف ان هم فعلا رفعوا الحد الادنى للاجور برقم معين، وده طبعا آه، آه، حاجة كويسة ل إن إحنا نقدر نواكب الأزمة ونحلها. وبرضه أنا يعني باحاول إن أنا أوجّه أصحاب النشاطات الخاصة والمصانع إن هم برضه يراعوا العمالة في حتّة إن هم يرفعوا برضه الأجور علشان الناس تقدر تستحمل الأزمة الحالية وتعدّي. تواكب حتى بالضبط، يعني. وإن شاء الله أزمة وهتعدّي. يعني بمجرد ما الحرب الحالية اللي في المنطقة دي تنتهي، أعتقد كل الأمور هترجع لوضعها، وإن شاء الله أحسن كمان. طب باشمهندس، حابين حضرتك تقول لنا إيه الحل بالنسبة للأزمة الموجودة حاليا؟ بُص، الحل على كذا طرف. كطرف المصانع، أنا شايف إن إحنا نبتدي كمصانع تبتدي تعتمد على المنتجات المحلية أكتر، يعني نبتدي نستخدم منتجات محلية، سواء في الpackaging أو في الraw materials. طبعًا في raw materials مش موجودة، يعني ما لهاش صناعة في مصر، زي الadditives مثلًا، صعب تصنيعها في مصر. وأنا من هنا باوجّه إن الناس تبتدي تحاول تخش في الindustry دي وتحاول تشوف لها وتحاول حل. تشوف لها حل وتصنّعها. ده لازم، عشان فاتورة استيراد الadditives في مصر كبيرة جدًا. لكن مثلًا الbase oil نقدر نعتمد على منتجات محلية. عندنا حتّة المنتجات المُعاد تدويرها، ده يعني كانت يعني هي لو إحنا في مصر كنا متب شغالين على إعادة التدوير. متبنيين الconcept ده أو الفكرة دي من زمان، كان زمان أثر الأزمة دي على صناعة الزيوت السيارات خصوصًا، كان هيبقى أثر قليل جدًا، وكان هيبقى برضه قليل في صناعات تانية، في البلاستيك لو في بنعمل إعادة تدوير بشكل مكثف للبلاستيك، لأي مادة خام. لو عملنا تبني لفكرة إعادة تدوير عمومًا في أي صناعة، هيقلل أثر الأزمة اللي إحنا عايشينها بشكل كبير. فإحنا عايزين نتعلم من الأزمة دي إن إحنا نبتدي نadapt فكرة إعادة تدوير في كذا مجال، عشان لو الأزمة دي لا قدر الله حصلت تاني اتكررت مستقبلًا، ن نتفادى نقدر نستحملها ونعدّيها بشكل أو أبسط وأخف. نتفاداه. بالضبط. عندك الحل عند التاجر والمحلات في زيوت السيارات، إن هم يبتدوا بقى ينوّعوا منتجاتهم، بدل ما كان بيعتمد على بس منتج مستورد تكلفته عالية ودلوقتي زادت وما بقاش موجود، يبتدي يدخّل منتجات محلية ومنتجات من شركات موثوق فيها وشركات محترمة بتحاول تنزّل له منتج بأسعار كويسة، يدّيها فرصة. يعني ده وقت الفرص، يعني ده وقت إن الناس تاخد فرصتها بقى في الأسواق يشتغل في على منتجات المحلية. جديدة بقى. بالضبط، الصناعات المحلية ادّي فرصة للناس إنها تشتغل وتثبت وجودها في السوق، وتثبت وجودها للمستهلك، إن لأ، في منتجات مصرية محلية بأسعار كويسة وبجودة كويسة جدًا يعني، وما تختلفش عن أي منتج مستورد. وعندنا المستهلك برضه من ناحيته إن هو يبتدي يشجّع الصناعات المحلية، وخلاص بقى نسيبنا من حتّة عقدة الخواجة، وإن لازم المستورد هو يبقى أحسن، ولازم اللي جاي من برّه مصر هو الأحسن. لأ، في منتجات في مصر متصنّعة بجودة بجودة كويسة كويسة جدا. جدًا، ولو هو اعتمد عليها هتوفّر له كتير، وهنحل أزمة كبيرة من اللي بتحصل. ف
فلازم على الجانب من اول المصنع لحد المستهلك نبتدي نعمل بقى التغيير في طريقه تفكيرنا والاستراتيجي بتاعتنا في التعاملات، ان انا اشتري منين وابيع ازاي وابيع واشتري منتج إدارة ايه. الأزمات في العموم. لازم نغيرها شويه عشان نقدر مستقبلا الازمه تبقى ما نتاثرش بيها تاني يعني. طيب باشمهندس، لو حضرتك حابب تختم معانا بجملة كده لكل الأطراف اللي اتكلمنا عنها، تحب تقول إيه؟ بص، احنا عايزين نوجه بس ان احنا للناس ان احنا نستحمل الازمه الحاليه ونحاول نعديها، نحاول ان احنا نتماشى معاها ونستحمل، وما نرميش لوم على مصنع ان هو بيغلى اسعار، هو غصب عنه. وما نرميش لوم على الدوله غصب عنها، الدوله بتدفع فاتوره دي أزمة الطاقه. عالمية. ازمه عالميه بالظبط. فهو ما فيش طرف يلام، غير لو في طرف بيستغل الفرص. الفرص. ودول ناس طبعا قليلين، و... ونتمنى ان ده ما يحصلش. يعني ما عنديش رسالة اكتر من ان احنا نحاول ان احنا خلال الازمة دي نساعد بعض على ان احنا نتجاوز الازمة، وما نوقفش حركة عجلة الاقتصاد تماما. عايزين نفضل نتحرك علشان الامور تبقى ماشيه حتى للمستهلك، ان هو بيته مفتوح. يعني لو حركه الاقتصاد وقفت، انت هتقعد في، يعني كشخص، الناس هتقعد في بيوتها. طب هناكل ونشرب ازاي يعني؟ فشايف ان احنا نساعد الدوله برضو في الترشيد، ان احنا نلتزم بمواعيد الغلق بتاعت المحلات. انا بشوف ان الناس بعد الساعه 9 بدل ما بيقعدوا كانوا على القهوه بالليل، بدأوا يقعدوا في الشارع. بيقعدوا في الشارع ويتحركوا في الشارع. طبعا احنا بطبيعتنا كمصريين يعني ما بنحبش النوم بدري، بنحب يعني نخرج وكده. بنحب بس السهر برضو عايزين نبتدي نساعد على الترشيد علشان الازمه دي تعدي على خير. شكرا لحضرتك يا باشمهندس. شكرا لك حلقة يا محمود. النهاردة حلقة مهمة جدا. شكرا لك يا محمود. شرفنا بيك، استفدنا منك كتير. لو انت صاحب مصنع او تاجر او صاحب محل، قول لنا اتأثرت ازاي بالأزمة الاقتصادية اللي موجودة في البلد وهي الأزمة العالمية، وشاركنا رأيك في الكومنتات. وما تنساش تتابعنا على فيسبوك واليوتيوب. شكرا، اشوفكم على خير.